يا هلا ومية هلا بمشاهدينا الكرام، ورجعنا وياكم بحلقة جديدة من برنامج ظواهر. انتظرونا بعد الفاصل. أول ظاهرة راح نشاهدها بحلقتنا لهذا اليوم تتكلم عن الابن العاق لوالدته. مسار أخذ زوجته وأخذ والدته على إحدى محلات بيع الملابس. خلينا نشوف الناس شلون كانت ردة فعلها تجاه تصرفات مسار ويا والدته. خلينا نشوف ايش صار وياهم وراجع لكم. هذا مش ناخذ له حبيبتي. حبيبتي مستلم الراتب على شنو؟ هذا مستلم الراتب وخلي كذا يكون بهدوم. دشداش هنا ب 10,000 اريد تعال خلينا ناخذ. دشداش هنا جوا اول ما طبشت لقيتها ب 10,000 ما سعرها. اخذت ليش قلبيه ب 10 والعام وهسه هذا بدك تاخذه راح تاخذ لك كوم. يعني انت يعني عقلك يعني تقيسين مو عقلك يعني من العام اشتريت دشداشه وعلى هاي الدشداشه والله والله غسلي ولبسي اغسل ودي قاعد تلبسين ايش قالوا انك شو ما عالم منا لا تفضحيني. يعطيني من راتبي يعطيني دوك فتحت الدشداشه رديت دشداشه من جوا. ما لك علاقه بي، روح اقعدي شنو ما لي علاقه؟ تعالي خذت كوم فضحتيني يوم شنو فضح؟ انا تورط اطلعك الله يخليك. مو طلعني الراتب مو اخذته مني. روح اقعدي يوم الراتب وقف مو اقعدي اخذته. تنتظريني هناك عالم منا عيب. شو انتظر وين انتظر؟ بعدين يعني تورطت طلعتها وياك، نوم تقول انا ضايجه وضايجه، اطلعها النوم تفضحني. ماكو امهاتي كيف لابنها يشتري اكيف لابني اذا ابني مداريني شو مسوي لك هذا؟ اكيف لابني روح اقعد بس اذا هو عالم منا. اذا هو مرته مأذيني بابا عالم منا لا تبكين، ما قام تبكي فقر. امي امه يمه ما لها علاقه انا امي. تعال قعدي. لا بس لحظه اخوي امي ما لي بس لحظه هذا ما فيش تعملها مرات شبيره تعبتني بغام من زوجتي. خلاص شغال غار مني وراش كبر راتبي ما تخليني احكي قام تبكي راتبي 500 ياخذونه مني ولقمه ما بيها خير. سنين وين يلا مرات شبيره يعني ابني ربيته وتعبت عليه تاخذينه على الحاضر. ابنك عشتار في تغاري من ابنك يلا شال على قلبي ما يخالف شال على قلبي بغام من زوجتي. لا ما غار لا ما غار ما غار هي دشداشه قلت لك ب 10 انا ما ماخذه منه. على كيفك وين شو مني؟ على كيفك ليش ادي بخيل؟ انت ايش بيك؟ يعني تورطت انا ما طلع بيه هي دشداشه شاده ويا زوجته اخويا تتدخل انا وياها حبيبي على كيفك مشاكل عائليه وين حبيبي مرات شبيره مشاكل عائليه انا وزوجتي. على اقعدي كيف؟ اقعدي يوم اقعدي لا تجرحي انا لا عنك تأذيني. اوصل البيت وانا عنك. لا وصلني بالبيت وعدل يروح لامك توديها دار المسنين. خذ عايشتي وعائلتك واهلك من عندي من راتبي انت شو تغاني من زوجتي ايش فيك؟ على كيفك 500 تاخذينه. على كيفك انا مو اخذ على كيفك او فوق هاي مثلهم انت شنو لوقي ما لوقي ولا شنو؟ اي لوقا ايش علي؟ اقول لك ترى هسه اسحلها منها واشمرها بالشارع. تعبت والله. رجاء لا تتدخل. لك عوفه تحيتي بهاي ايش علي؟ المشاكل. ما تحت مشاكل من وراك المشاكل من وراك شي من وراك. اللي جاي يصير. كافي يمه ابني ما يخالف ابني ما يخالف ابني لا ابني يمه هذا ابني ابني ما ما يخالف. مربى درب لك اياه درب لك اياه هذا تربيت امك هاي امك مرحبا استاذ. مرحبا. جيت ويانا تجربة معي سجوا مسار ممثلين ويانا. تفضل هنا شو رأيك بالتجربة اللي صارت؟ كانت ردة فعلك؟ يلا نهدأ. عذرنا على الشيء اللي صار بس كنا نحب نشوف انه انتم حتتدخلون كعالم لو لا ممثل مسار. اسف حبيبي والله بصراحه تفاجأت اني يعني ابن عامل هيك امه رب العالمين يقول هذا تقول لهم افا والنوب يضربها هي مرت كبيره ربته ما تقدر احكي. طيب شنو اكثر شيء استفزك من تمثيل سجا ومسار؟ سجن من ما قصرت هي المفروض تعتبر مثل امها. اكثر شيء استفزتك البنيه ولا الولد؟ لا ابنها هو ابنها اي ابنها هي المفروض هي يعني اقول غريبه بس هي ربته تعبت عليه. الدور اللي تحشد زوجها على امه. بالضبط هي الصوت بيها طبعا هي المفروض تخلي حنيه عليها شويه. صحيح اكو بالمجتمع هواي حالات هيك. شكرا لك وشكرا على الرد من الفعل اللي انطيتها بهاي اعصابك وغيرتك. شكرا لك خالد تسلمين. طيب نعرض الحلقه لو عندك. بشكر معك.
معكم ايمن. شكرا. شكرا لكم مشاهدينا، انتهت تجربتنا الاجتماعية هنا، ولكن انتظرونا بأماكن أخرى وتجارب أخرى. أما الظاهرة الأخرى اللي راح نشاهدها بحلقتنا تتكلم عن الابن العاق لوالده. مثل ما تعرفون نشاهد بالآونة الأخيرة الكثير من المواقف ما بين الأبناء والآباء. خلينا نشوف مسار لما أخذ والده على إحدى المطاعم في بغداد، شنو صار ما بينهم وما بين الناس، وهل اتدخلوا؟ خلينا نشوف ردات فعلهم وراجع لكم. بابك العدل. اي وليه؟ انت تعرف انا وين جايبك؟ جايبك باحسن مطعم صباح العربي، اكل عدل فضحتني قدام العالم يطلع صوت. بابا ما شايف انت؟ بابا وليدي غير مرتك ما سوت لي العشاء وانت جبتني هنا. يا وليدي يا حبيبي. اما جاب طاري زوجتي، انت ليش تغار من زوجتي؟ بابا بنيتي هي مو اغار منها لك حبيبي بنيتي هي مو اغار عليها، بس هي ما سوت لي عشاء وانت جبتني هنا. تجيب طاري زوجتي على لسانك، زوجتي تاج راسك، فهمت لو لا؟ صار وليدي صار. لا تفضحني قدام العالم، لا هنا ابكي ابكي فقر. يلا سمم سمم عار، ما الله يخلصني منك. على اسف سمم. انت ما تستاهل تحكي على ابوك؟ ما تستاهل تحكي على ابوك؟ شو شايف؟ قوم قوم بابا قوم. شو شايف؟ شنو؟ قوم محامي انت شنو؟ قوم قوم. شو عليك؟ ما تستحي تحكي بابا شو عليك انت انا ابوي؟ مرحبا وياي تجربة اجتماعية انتو. ثواني هدوء شوية. تعال مسار ممثل طبعا، والحجي هم الممثل. تعال تفضل هنا، تفضل هنا انا اوقف. مسار ممثل والحج ايضا ممثل. جيت ويانا بتجربة اجتماعية تتكلم عن الموقف اللي شفته. اشرح لي الموقف اللي شفته ببساطة. اول شيء شفته يتجاوز على ابوه، فاحنا ما نقبل على هذا الشيء. اليوم كل انسان يتمنى ابوه موجود، انا ابوي ميت. كل انسان يتمنى ابوه موجود، فما يصير هذا الشيء، عيب عليه. لان قاعدين اول شيء بمكان مغلق وعالم موجوده ومحترمه، فما يصير هذا الانسان يتجاوز على ابوه. نعم صح. طيب شنو الشيء اللي سمعته من مسار واستفزك لما كان يتكلم ويا والده؟ قال ما الله ياخذك، ترى ماكو انسان يقول لابوه ما الله ياخذك. كل انسان يتمنى ابوه موجود، الابو عمود البيت. بالضبط. شو وقت انت تدخلت باي لحظه؟ نعم. باي لحظه تدخلت؟ من قال لابوك الله ياخذك؟ الله ياخذك. قبلها من كنت تسمع الكلام كنت قاعد ساكت؟ والله تنفرزت همين. يعني ما شو تسولف ليش تنفرزت صارت عندي. الله يرحم والدك ويرحم جميع الموتى، وبس انا لازم اخذ موافقتك على عرض الحلقه. حلو عادي، كلش طبيعي عادي. شكرا لك تسلم، شكرا لك مسار، شكرا لك عمو، شكرا لكم مشاهدينا. مستمرين بمشاهدنا، ولكن انتظرونا بحلقات اخرى ومشاهد اخرى وباماكن اخرى. ومن اهم ظواهر حلقتنا لهذا اليوم حنتكلم عن بعض المحتويات الغير هادفة والهابطة في المجتمع. غيث قرر يجسد إحدى شخصيات الهابطين بالمجتمع باستضافة أخصائي التجميل داوود الماهر. خلينا نشوف الحوار الدار ما بينهم وشنو ردات الفعل اللي صارت. خلينا نشوف شنو صار وراجع لكم. هلا السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك؟ شلون صحتك؟ عافيتك؟ استريح. طالع من الجيم. شلونك؟ هلا بيك. شلون امورك؟ شو اخبارك؟ انا افتخر بيك ابا قاعد وياك. شكرا. السلام عليكم اخوة المشاهدين والمشاهدات. اليوم معانا دكتور مال تجميل داوود ساهر. اسمك؟ الماهر. المخرج شنو مكتوب داوود الساهر؟ اتذكر هذا الاسم راح يكون بكل مكان. الماهر راح يكون اتذكر. ممكن يعني اريد اسالك وتجاوبنا بصراحه. ممكن تحكي لنا عنك وين حتى المشاهدين يعرفون عنك؟ شلون؟ ممكن تحكي لنا عنك شنو يعني سويت على مدى المشاهدين يعرفون عنك، ايش سويت؟ شلون صرت دكتور؟ شلون هاي؟ الخبير التجميل داوود الماهر. اشتغلت باكثر من عياده داخل وخارج العراق، اخذت كورسات مكثفه في العلاج، وايضا انا اعمل باحد مستشفيات بغداد. اهلا وسهلا. اهلا بك.
خريج شنو؟ خبير التجميل غير داود خريج الماهر. كلية تجميل لا هو أو هذا فنون جميلة؟ فنون جميلة. ايه على سكتي تحكي لي؟ لما مقتنع بيك يعني انت اصلا كلك ما مقتنع بيك. ليش حبيبي؟ جد يعني هذا مو كلام مال مقدم ولا مال قناه هسه محترمة. جاوبني. انا جاوب شنو فنون جميله على بابا الميديكال؟ صديق اللح وياك وانطاني كل هنا المعلومات اللي اللح؟ امشي وياك. ايه ما عندي صديق. اسالك سؤال اخر، شنو يلا. العمليات اللي سويتها؟ الاستيك ميديسن يعني التجميل غير جراحي من خلال الليزر من خلال الانجكشن. لا اريد اسالك سؤال الاخ، شلون الصايم يحافظ على بشرته وسنونه؟ اوكي هسه راح نحكي علميا لو حتظل تحشش وتسوي؟ ما حشي تجاوبني، هذن هن وانت اسئله اسئلتك يا اخي مو المقدم. مقدمه. انت عوف الموضوع هذا، عوف اني داود، انا هسه راح بعد 5 دقائق واطلع برا. انت داخل الكليه ليش ما تجاوبني؟ اذا انت داخل كليه انت خاف مو داخل كليه يعني خاف مو ماخذها هاي بالكليه يعني. لا انا اعمل ايضا بدائره صحه الرصافه احدى مستشفيات. لا شو انا مو شايفك. وين تشوفني؟ يعني بالانستا توك توك فيس مو شايفك، ما حد ما يعرفك يمكن. انا عندي ويكيبيديا. انا بابا حبيبي خليني اكمل. من تتوجه السؤال خليني اكمل، لا تقاطع. لا تقاطع. اني يلا تفضل اكمل وحضرتك مثل ما اني محترمك وساكت. لا صحيح انت ما دا تشوفني. وشنو يعني واذا انت شنو؟ حبيبي جاوبني على قد الاسئله وهذه هي. لا موجود انا على التواصل الاجتماعي على السوشيال ميديا، وفضل رب العالمين متابعيني يحبهم ويحبوني وشكرا لدعمهم. ايش قد متابعيك؟ هاي الاسئله شو كنت نخلص من عندها؟ سؤال ممكن يعني جاوبني. قليل يعني ايش قد؟ قليل 10. 10؟ اي ما ادري تعرف انا ايش قد؟ نصف مليون. نصف مليون على انستا، واقل مقطع عندي على التيك توك 3 ملايين. مو هو هذا المحتوى وهذا السبب دزوا علي كل القنوات. زين انت شو تقدم؟ انا فان. اي وانا بطل الحمد لله والشكر. بطل؟ انت لو نافخ شويه تفكيرك مثل عضلاتك. انت ايش نافخ بحياتك قل لي؟ انا مو نافخ، انا معبي. معبي عقلي معلومات تفيد العالم. وانا المعلومات ايش ولا معلومه انطيتني؟ لان اسئلتك مو حلوه. عمليات تجميل مال النفخ تشينا عنها شلون تنفخها؟ يعني هو مو نفخ، هو التعبئه بماده الفيلر. اي شلون بس يعني انجكشن هو هسه اذا تقول لي فسر لي على شنو حلمك وشنو رياضتك انا افسرك اياها. شنو انقشكن مكتوب قدامي؟ اشكن؟ ايه لا هو اكيد البيشنت اول ما يجي من خلال التحاليل العامه نعمل له من خلال فحوصات حتى نشوف هل هو بصحه جيده، هل هو ما يعاني من حساسيه ممكن انه تضره، من بعدها نضع له التخدير، من بعدها يتم عمليه الانجكشن بطرق حديثه. المخرج راح اختم البرنامج. دا احكي وياك. ما خلصت الاسئله ما دا يصرف لي هذا الحكي. من نحكي تقاطعني. راح اسال من يمي. ولا تسال ولا راح اجاوبك. اقعد. وين؟ شنو انا مو بعينك؟ باوع قناه زاكروس انا جيتها قبل الموعد بنص ساعه. ليش؟ لان هي قناه محترمه وقناه كلش انا احبها. شنو انا مو بعينك؟ اقعد. لا مو بعينك. استاذ حبيبي. استاذ حبيبي. بس اسمح لي هسه انا بعد 5 دقائق خليني احكي. انا بعد 5 دقائق راح اطلع، بس العوائل اللي جاي تتابعك انت يا محترم شنو راح تشوف؟ حبيبي هسه بعدين هسه راح شوف ترى اليوم احنا بس اسمعني لا اسمعني استاذ. اقعد اخي اقعد خلص اقعد راح ترجع نفس الاسئله وترجع نفس المواضيع. جديده اقعد بعدين حبيبي. ما قاعد بطاوله انت، اقعد ما اعرف شنو. اقعد اجلس شوي احترم.
ناس تتابعك. احترم الضيف، احترم اخي اكو عوائل تتابعنا، احنا اليوم جاي نخدم العائله. حبيبي حبيبي. هسه غير انا سالتك كم سؤال وتجاوبني بصراحه. لا تقاطعني. أعزائي المشاهدين، اليوم ويانا خبير تجميل دكتور داود ماهر. شلون تزرع الشعر؟ ما ازرع شعر. لا شنو اختصاصك لعد؟ زراعة الشعر كوادر مختصة مختلفة يدخل بها بعض الأمور الجراحية، ما نشتغلها يعني ما نعمل بها بالسنتر، لكن هي بالآونة الأخيرة أصبحت يعني من أساسيات الجمال اللي هو للرجل. تستخدم ليزر؟ الليزر هو لإزالة الشعر أو لإزالة هو شنو الليزر بالله بس يعني أطوال موجية هي مختلفة، ممكن أنه كل طول موجي راح يكون ذو منفعة من خلال ناس تزرع شعر وتزيل الشعر. خلي أحكي بعدين أنت تحكي. هسا مو محترمك وساكت، تكمل سؤالك واجاوب. مو داحكي وياك أسئلة بس يعني على السريع، ما عندنا وقت. أخي شنو على السريع؟ على السريع بتجاوبني يا حبيبي. يعني هسه انا هسه وقتي هذا وكلامي ثقل اليك لانه انت عندك وقت؟ بس بقى حبيبي. شنو اردفتني بس بسرعه. انا صدقني عندي ناس مواعيدها اهم منك. انا ما عندي وقت حبيبي، بس افهمني. الناس تزيل شعر وانت ما تزرع شعر، شلون هاي؟ يختلف هو بالليل. انت تزيل شعر وناس تخلي شعر، مو راهمه هاي. اخي هسه انت مو موخر شعر جسمك لان عندك نفخ وابر. لا هذا جسمه الطبيعي. جسمك طبيعي كله طبيعي. صدق بابا بحياتك ما تسوي هيك. الك ولعقلك. كيف؟ بالاخير. وين رايح؟ اقعد. شنو مو بعينك؟ خلص. اقعد. شو كنت بلشتوا بالبرنامج؟ خلص. امشي روح امشي روحي. لا ثواني. امشي روحي. يلا. ترى اني قدموا احنا قبل شويه تكلمنا. امشي روحي امشي يلا. ياخذ جابك. انت من اللي يعرفك؟ انا هنا. ثواني بس هنا. بس ثواني. ايدك هنا زعيم الفن والمقدمين. هنا ور انت وين؟ تعال. علاش رحت؟ شنو ما تحترمني انت؟ ليش ما تحترمني؟ شنو مو بعينك؟ جسمك وضعيتك خوش. شنو ما تحترمني؟ ودا داود انا غايف. انا غايف. خوفتني بابا شلون قلبي شلون قام يرجي. يما بابا هاي كلك ما تخوفني. عشرة نفسك ما تخوفني. بس ثواني استاذ ممكن تتفضل هنا؟ مستحيل. مو هو المقدم. حبيبي انت تعرف ليش تريد تروح؟ قبل ما سالتني. هو مو مقدم اصلا، هاي مو مقدم ولا مقدم هذا الولد. انت خايف منه وتريد تروح. انا مقدمه البرنامج، هذا البرنامج الي. انت بس ما اعرف على اي اساس المخرج جاي مخلي هذا البرنامج هنا. انت خايف واسئلتي صعبه ما تقدر تجاوب هنا. وهاي اسئلتك. هاي راح ادفعك ثمن غالي. هلا دفعك ثمن. انت ممكن تتفضل برا؟ اقراها زين. انت ممكن تتفضل برا؟ هلا ادفعك ثمن. شلون لغوه؟ انت ترى عشان نفسك ما تخوفوني. هو لا شيء هنا، ممكن تتفضل. باوع الزير سالم بنفسه ما يخوفني. انت ضيف يمي. الزير سالم. انت ضيف يمي. انت ضيف. باوع شلون قلبي قام يرجف. يمه مو قلت لك تحتاج عقلك وجسمك. اطلع برا غيث. اوكي. غيث اطلع برا. انت ابو امنيه، انت غيث. انت اطلعي برا. انت اطلعي برا. انا ابو امنيه بس ما ادري على اي اساس المخرج والمعد جايبين هنا خليك مقدم. تفضل هنا استاذ. غيث اطلع. مخرجنا انت على اي اساس تدخل لي هذا الشخص على انه مقدم؟ اخذت الضيفه مستعجل. على اي اساس تدخل؟ انا الزعيم المقدم باوع. زعيم كل شيء. نزل ايدك حبيبي. نزل ايدك. انا ما اشتغل عندك على الملتزم ايدي. ترى باوع ترى انا باوع. انا مو شايفك كلك. يعني تجيب 20 واحد مو خايف منك. استاذ بس تفضل. مو خايف منك. لا تجيب 30 واحد. اطلع برا انت. استاذ مو قلت لك اطلع والله. استاذ بس تفضل. لا بس لبسن لك مصورين. من يكن انا راح اطلع برا يعتبره تهديد، يعتبره اسخان بعينه. انا احاسبه برا. انا داوود. اسفين زين تفضل استريح. كلش اسفين احنا لان النور تاخرت علينا. اختارينا نستعان اي مخرج. انا سلمت عليه قال المخرج. يعني هسه اذا احد يتاخر بالعياده
تجيب شخص غريب يجي يشتغل لك؟ نعتذر. ماكو. تفضل استريح. تفضل استريح. تفضل استريح. تفضل. نعتذر. اهلا بكم مشاهدي قناه ذاكرة الفضائيه، رجعنا وياكم بحلقه جديده. حلقه هذا اليوم تتكلم عن المحتوى الهابط اللي موجود بالسوشيال ميديا. هاي الايام هوايه نلاحظ احنا شخصيات اشتهرت، ولكن اشتهرت بمحتوى محتوى ما له اي دخل بالفائده للعالم واصحابهم، ابد ما يكونون مميزين وما عندهم محتوى مفيد اصلا حتى يقدمون للعالم. هواية أشياء تنقصهم الثقافة وتطور الذات وهواية أمور، ولكن للأسف الناس قامت تشجع هاي العالم وتعطيهم مشاهدات وتعطيهم لايكات. فاحنا اليوم حنتكلم عن هذا الموضوع يا الأستاذ الموجود يعني أنا هنا. مرحبا أستاذ، شلونك؟ إن شاء الله بخير. أحب أقول لك شغلة بداية. زين. أول شيء عرفنا عن نفسك. أنا داود الماهر، خبير التجميل. أهلا وسهلا بك. قدم نصائح للناس من خلال السوشيال ميديا، من خلال انه ممكن زيارتهم للعياده. نعم. واكيد المتابعين واللي يزورونا من داخل وخارج العراق. اعمل في احدى مستشفيات بغداد وايضا باحدى العيادات الخاصه. طيب احنا مثل ما ذكرت قبل شوي بدنا نتكلم اليوم عن المحتوى الهابط. فانت ويانا هسه كنت بمقلب، هذا الشخص كان هنا احنا متفقين وياه، كان دا يمثل غير. احنا كلش اسفين ولكن نريد نوصل. زين، هو انا متبلغ يعني انه برنامج صحي. اعتذر دكتور، كنت بمقلب ويانا. جد اسفين احنا. صدقتك؟ انت بعدك حاليا بصدمه. لا انا اول ما قاعد قلت لهم المقدم وين؟ قالوا المقدم. شنو؟ غيث من كان جالس هنا ودي اتكلم وياك، كان دا يبرز الشخصيه اللي اشتهرت بمحتوى هابط. صراحه هذا الموضوع يعني انا افضل انه كل شخص يتبع محتوى يشوف نفسه به، ان كان من خلال شهادته، ان كان من خلال مهارته. نعم. من خلال ممارسته للحياه، انه شنو اليوم انا موهوب بشنو، انا متميز بشنو. شنو رايك بذول الفئات اللي اشتهرت بدون اي فائده للمجتمع؟ صراحة يعني أنا كنت ضد من البداية، لكن أنا حالي حال ملايين، يعني أنا أعلق ممكن وما أسكت على هذا الموضوع، أعلق لأنه اليوم أنت تنشرين موضوع هادف، موضوع مفيد، ناس ما تتبعه، ممكن هذا يضحك، هذا ما أعرف، بس هو ما يضحك، هو دا يقصد الإساءة لعائلته، لنفسه، الأصدقاء. دكتور ما حد له الحلقة. أعرض. اعتذر عن الشيء اللي صار. لا بالعكس، يمكن لو الموضوع يعني تناقشنا به انا من البدايه يمكن ما كان وصلنا فكره، بس لما من خلال اسئلته وحتى انا قمت اجاوبه. استفزك هو بالاسئله؟ انا قمت اجاوبه غلط اصلا، لانه ما يعني ما محترم فكرته اصلا هي هاي، يعني انا ما رضيت اتنمر عليه، لكن اليوم انا بمكان محترم، قناه محترمه، ما يصير انه انا اسوي هيك. وشكرا شكرا لك. تسلم تسلم. لهنا انتهت فقرتنا لهذا اليوم وانتهى المقلب بضحيه جديده، وان شاء الله تكون وصلت لكم الفكره. ضحيه انت كنت؟ يعني طبعا. وان شاء الله تكون وصلت لكم الفكره بشكل صحيح وقدرنا نوصل لكم اياها، انه ابتعدوا عن المحتويات الهابطه، ولكن ما انتهينا لهنا، انتظرونا بحلقات قادمه وبمقالب اخرى. شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم. ولهنا نكون وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. بالتأكيد ما أنسى أشكر أزياء دولاب على إطلالتي بحلقتنا لهذا اليوم، ولكن انتظرونا بحلقات أخرى والكثير من الصدمة والضحكة. إلى اللقاء.